حرمنا نفسنا من كل الأكل اللي إحنا بنحبه، كان عندنا إرادة وحرمنا نفسنا من كل الأكل اللي إحنا بنحبه، ومشينا على قواعد الرجيم مظبوط، وبدأنا نعمل رياضة وماشيين تمام ومفيش أي مشاكل. ومرة واحدة بعد ما وصلنا النتائج المرضية دي في أول فترة في الرجيم بتاعنا بيحصل مشكلة كبيرة. إحباط. ليه بيحصل الإحباط ده؟ علشان بنوصل لحاجة اسمها ثبات الوزن أو الاستقرار في الوزن. ليه بيحصل ثبات الوزن وليه بيحصل الاستقرار في الوزن رغم انك بتبقى ماشي على نفس القواعد بتاعت الرجيم ونفس السعرات الحرارية والتمارين اللي انت بتعملها وماشي على كل حاجة، وبرضه ترجع تقف على الميزان تلاقي وزنك ثابت؟ هو ده ثبات الوزن او استقرار الوزن. في الفيديو ده هعرفك ايه اسبابه وازاي تتخلص منه بشكل نهائي في اي رجيم انت بتعمله. اهلا وسهلا بيك في قناة معلومة صحتك. لو مش مشترك معانا في القناة سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقة، ولايك وشير للفيديو عشان كل الناس تستفاد. تعال بقى نعرف ليه بيحصل ثبات الوزن. في بداية أي رجيم تلاقي جسمك بينزل بسرعة وبشكل ملحوظ، وبعد فترة من الرجيم تلاقي وزنك بدأ ما بينزل بشكل كبير وملحوظ، بدأ يقل يقل يقل، وبالتدريج بتوصل لحاجة اسمها ثبات الوزن. ليه بيحصل؟ لأن في أول الرجيم لما بتيجي تبتدي أي رجيم بتقلل نسبة السعرات الحرارية اللي انت بتعملها، فعشان كده جسمك بيبدأ ينزل. تعال اشرحها لك بشكل ابسط. لما بتقلل السعرات الحرارية دي معروف ان هي دي الطاقة اللي بتمد جسمنا بيها، فلما بتقللها الجسم بيبدأ يدور على طاقة تانية بديلة علشان خاطر يبدأ يعمل نشاطاته من غير ما يبقى فيه اي خلل، فبيبدأ ياخد الطاقة دي من حاجة اسمها الجلايكوجين. الجلايكوجين ده ايه هو؟ ده نوع من انواع الكارب بيبقى موجود او متخزن جوه العضلات والكبد، والجلايكوجين ده من مكوناته الميه. فلما الجسم بيبدأ ياخد الجلايكوجين ده عشان يستخدمه كطاقة، فبيبدأ جسمك يفقد الميه ونسبة من العضلات ونسبة من الدهون. كده فهمنا ايه اللي بيحصل لما بنقلل السعرات الحرارية وليه بنخس. علشان بنبدأ نستخدم الجلايكوجين اللي هو موجود في الكبد والعضلات. الجلايكوجين ده من تكوين المية، فبنبدأ نخسر نسبة من الدهون ونسبة من المية ونسبة من العضلات. طيب كده احنا عرفنا ليه في بداية الرجيم بنبدأ نخس او ننزل وزننا بشكل سريع، علشان بننزل عضلات ودهون ومية. هنا في نقطة مهمة اوي، ان العضلات اللي انت بتقل من جسمك او بتخسها من جسمك دي بتأثر على نسبة الحرق، لان كل ما نسبة العضلات زادت في جسمك بيزيد معدل الحرق، وكل ما قلت بيقل معدل الحرق، ونسبة العضلات بتقل مع الرجيم فيبدأ الحرق يقل. حتى لو بناكل نفس السعرات الحرارية اللي كان جسمك بيخس عليها، شوية بشوية هيوصل عدد السعرات الحرارية اللي انت بتدخلها لجسمك هيبدأ يساوي عدد السعرات الحرارية اللي انت بتحرقها، فهيحصل ثبات في الوزن. يعني لو انت مدخل 1800 سعر هتلاقي جسمك لو كان بيحرق 2200 سعرة هتلاقي النسبة دي بدأت تقل تقل لحد ما توصل ل 1800 سعرة، وهنا بيحصل ثبات الوزن. ازاي بقى نتخلص من ثبات الوزن في اي رجيم بنعمله؟ راجع نظام الرجيم بتاعك. لو انت محدد السعرات الحرارية بالضبط بالعدد هتقلل منها حوالي 10%. لو انت مش حاسب والموضوع ماشي معاك من غير جرامات، حاول تقلل من كل وجبة نسبة شوية من السعرات الحرارية. فبتقلل معلقة رز، معلقتين مكرونة، العيش تقلله. حاول تزود كثافة التمرين بتاعك بشكل ملحوظ. يعني لو كنا بنتمرن مثلا ربع ساعة في اليوم خليها تلت ساعة. تالت حاجة، امنع الإحباط والتوتر لنفسك تماما. يعني لما يحصل ثبات الوزن ما تتوترش وما تتضايقش وما تتخنقش، لأن التوتر بيلعب دور أساسي في إن أنت تبوظ الرجيم نفسيا وترجع من الأول تاني. فشجع نفسك وما توترش نفسك وما تحسش بإحباط أو بملل. شجع نفسك دايما لما تيجي تعمل أي رجيم، حتى لو ثبت في الوزن وحصل ثبات، حاول ترجع تاني تشجع نفسك وتحفز نفسك. اخر حاجه اقولها لكم، غير نظام الرجيم.
حاول تعمل كيتو دايت، تعمل صيام متقطع، حاول تغير النظام اللي انت ماشي عليه، ما تستمرش عليه مدة طويلة. هم دول الاربع حاجات اللي لو عملتهم هتكسر ثبات الوزن بشكل نهائي مع اي رجيم. شكرا جدا على المشاهدة والمتابعة، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله على خير.